يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا الآن موازنة، أيهم خير لكم؟ أرباب متفرقون، آلهة كثيرة متعددة، قلب المشرك ممزق وفؤاده مفرق وتعلقه مشتت، إذا أصابته مصيبة اتجاهه إلى أين يذهب؟ تعلقه إلى أين يذهب؟ تعلقه يذهب ممزقا مشتتا بين هذه الآلهة المتخذة التي لا تملك لنفسها نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن تملك لغيرها. هل هذا خير؟ يقول لهما: هل هذا خير لكم أم الله الواحد القهار؟ ذكر هذه الأسماء الثلاثة: الله الواحد القهار. الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، بهذا فسره ابن عباس. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الله الذي وحده له الألوهية، هو المألوه، هو المعبود، هو الذي له العبادة، هو الذي له الذل والخضوع. الواحد المتفرد بالوحدانية بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال. القهار الذي قهر الخلق والمخلوقات بقدرته وهم طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، فعرفهم بالله وأسمائه هذه الثلاثة الدالة على أنه وحده المستحق أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة.